بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: صلاح الدين الأيوبي مفوضا. الصورة الذهنية عن صلاح الدين أنه فارس يمتطي صهوة حصانه ويحارب ويقاتل الصليبيين، بينما في الحقيقة هو رجل سياسي من الطراز الأول، والحرب لديه يوظفها لخدمة السياسة، وفي نفس الوقت يستعمل الدبلوماسية. طبعا هو بلغ قمة خبرته الدبلوماسية فيما يعرف بصلح الرملة الموقع في 2 سبتمبر 1992 بينه وبين الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد. وهذا الصلح جاء بعد عام كامل من التفاوض، حاول خلاله ريتشارد قلب الأسد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى 3 يوليو 1987، أي أن يحتفظ بيت المقدس، وصلاح الدين رفض هذا تماما، فبيت المقدس لم تكن في دائرة التفاوض. ويقدم لنا صلاح الدين في تفاوضه دليلا على كيف يتمكن السياسي الداهية من أن يتجاوز الهزائم العسكرية ويحقق نصرا سياسيا من خلال الدبلوماسية. كيف هذا؟ هذا تأتى من خلال أنه صاحب نفس تفاوضي طويل وقراره جماعي، ولا يتورط بتقديم تنازلات تؤخذ عليه. وفي نفس الوقت هناك مناطق لا تعرض في التفاوض، فقد كان يدرك أن بيت المقدس هي ذروة انتصاراته. والواقع أن وراء هذا الاتفاق السياسي الداهية العادل أبو بكر، الذي يعتبر مهندس صلح الرملة، وهو مبتكر فكرة الشاطئ أو المكوك من قبل هنري كيسنجر، التي يحلو البعض أن يقول أنه مبتدع هذه السياسة. فقد كان يتنقل بين صلاح الدين وبين ريتشارد للوصول إلى حلول توافقية. من الملاحظ أن صلاح الدين هزم في معركة عكا بعد عامين من الصمود الأسطوري، وهي أطول معارك عصر الحرب الصليبية، ثم هزم في أرسوف 7 سبتمبر 1991 واضطر إلى تدمير عسقلان، ورغم ذلك لم يتنازل عن القدس، وظل قويا في تفاوضه مع ريتشارد لإدراك عناصر الضعف لدى غريمه. فقد كان ريتشارد يحارب منفردا بعد رحيل فيليب أغسطس الذي عاد إلى فرنسا كي يتآمر ريتشارد بالاشتراك مع شقيقه يوحنا. ثم أن صلاح الدين كان يستطيع تعويض خسائره ويحارب على أرضه، ولا يجد من ينافسه إطلاقا في قيادة المسلمين، فكان فعلا يملك قدرات أقوى من ريتشارد تفاوضيا رغم الهزائم العسكرية. وملاحظ أنه رغم الهزائم العسكرية كان يحتفظ بجيشه قويا، وقد لاحظ هذا المؤرخ البريطاني الكبير هامilton جيب عندما قرر أن معركة أرسوف لم تكن معركة حاسمة، وقال صراحة it was not decisive battle. وبالتالي اختلف مع تشارلز أومان الذي حاول أن يصنع مجدا عسكريا لريتشارد بالقول أن هذه المعركة كانت معركة حاسمة. والدليل على ضعف هذا التصور أنها لو كانت حاسمة فعلا لتمكن ريتشارد من استعادة بيت المقدس، وهو ما لم يحدث. في التفاوض تم الاتفاق على هدنة قصيرة مدتها 3 سنوات و3 شهور و3 أيام، ووضع طابع الحذر لدى صلاح الدين لأنه كان يخشى أن يترهل جيشه. وطبعا صلاح الدين مات في فجر الأربعاء 4 مارس 1193 بعد شهور قليلة من هذا الاتفاق. ثم أنه أعطى الصليبيين المنطقة من صور إلى يافا. طبعا وجه البعض النقد لصلاح الدين لأنه أعطى هذه المنطقة للصليبيين. الواقع أنه لم يعطيها له لسبب بسيط: صور لم يتمكن أصلا من الاستيلاء عليها بعد حطين نظرا لحصاناتها الطبيعية والصناعية، وعكا استولوا عليها بعد عامين من حصار طاحن
وهي أطول معارك عصر الحروب الصليبية. ويافا ميناء القدس لابد أن يعطي مساحة من الأرض للصليبيين كي يعود ريتشارد إلى بلاده موهوما بالانتصار، كي يستفرد هو باللوكر كروسيدرز الصليبيين المحليين. وعلى أرض الواقع المسافة من سور إلى يافا ليست مسافة كبيرة، فنحن نعلم أن لبنان العزيز مساحته نصف مساحة دلتا مصر، وفلسطين 28,000 كيلو نصفها صحراء النقب، فنحن نتحدث عن مسافات صغيرة. وفي نفس الوقت المناطق الداخلية غير موضوعة في التفاوض، فكان يستطيع أن يستولي على هذه المناطق إذا ما أراد بعد سفر ريتشارد. ثم أن صلاح الدين قام بجزئية مهمة للغاية، وهي أنه سمح تكرما ومنة منه للصليبيين بالحاجة لبيت المقدس without the weapons بدون أسلحتهم. ودل هذا على ذكائه، حيث أراد أن يقدم للصليبيين رسالة تسامح، مفادها أن بقاء هذه المناطق تحت السيادة الإسلامية أكبر ضامن لها. وإلى الآن لا تزال كنيسة القيامة ومفاتيحها في يد أسرة فلسطينية مسلمة. فبالفعل صلح الرملة صلح مشرف للغاية، ويعتبر قمة الدبلوماسية الأيوبية. وقيمته أنه أثبت لنا أننا أمام دبلوماسي محترف، وأنه يستطيع استغلال عنصر الزمن والمراوغة لكي يفرض شروطه على الطرف الآخر رغم الهزيمة العسكرية في عكا وأرسوف. وطبعا عناصر القوة لدى ريتشارد كانت كبيرة بحكم الأسطول، لأن هذه هي نقطة ضعف صلاح الدين. لكن على المستوى البري كان صلاح الدين يحتفظ بجيشه قويا لكي يستطيع أن يجعله ورقة ضغط في التفاوض. وصلح الرملة لم يتأتى بين عشية وضحاها، بل بعد عام كامل من التفاوض، وخرج صلاح الدين منتصرا فيه بدليل احتفاظه على بيت المقدس وتقديمه رسالة تسامح للصليبيين جعلتهم ينبهرون به. ولا شك أن من يحاول القول أن صلاح الدين قصر في توقيع هذا الصلح وأن كان من المفروض أن يقاوم حتى يطرد باقي الصليبيين، أعتقد أن هذا ضمن جنرالات المقاهي الذين يفترضون ما هو غير واقعي. جيش صلاح الدين صار مجهدا منهكا، وبعد مذبحة تل العياضية حيث تم الفتك ب3,000 من جنود وعائلاتهم في يوم 21 أغسطس 1991، وبعد اضطراره إلى تدمير عسكريا حتى لا يجعلها ريتشارد مركز الانطلاق بيت المقدس، واتباع سياسة دفاعية بعد سقوط عكا، لم يكن يستطيع أن يواصل الحرب مع الصليبيين. وصلاح الدين عبقريته تتمثل في قدرته على معرفة قيمة الوقت حركة وتوقفا، فالاستمرار في الحرب أمر عبثي. وريتشارد قلب الأسد أرسل له يقول له: ما الذي نفعله في بعضنا البعض؟ لا أنت تستطيع القضاء علي ولا أنا أستطيع القضاء عليك، فلنصل إلى حل. فكانت بوابة الدبلوماسية مهمة من أجل التوصل إلى حل يحقن الدماء. هذه نقطة مهمة للغاية. ومن يطالب صلاح الدين بالاستمرار في القتال هذا أمر واهم. لماذا؟ لأن الصليبيين كما ذكرت في حلقة سابقة أدركوا أهمية الأطراف قبل القلب. فلديك إمارة طرابلس وأنطاكيا قائمتان، وعدد من القلاع هاتين الإمارتين لا يزال موجودا. وبالتالي هو كان يدرك تماما بعد حطين ضرورة ترتيب الأولويات وفتح الساحل وإسقاط القلعة الصليبية قدر الإمكان، لأنه كان يدرك أن الصليبيين سيأتون. وبالتالي فمن يحاول القول أن صلاح الدين كان مخطئا بعقد سلام مع الصليبيين، هذا أمر غير وارد، لأن صلح الرملة قمة الدبلوماسية الأيوبية، وأثبت لنا صفة جديدة في صلاح الدين تؤكد براعته الدبلوماسية. هو من قبل طبعا دخل في مفاوضات مع الزنكيين، لكن شتان بين مفاوضات الزنكيين الوقتية الصغيرة وبين التعاون مع قوة كبيرة قادمة من وراء البحر في صورة إنجلترا. فالرجل اصطدم مع ألمانيا وبقايا جيش فريدريك بارباروسا وفرنسا وإنجلترا، وفضل الحل السلمي خوفا من أن تبات قواته، واستمرار الحرب كان أمرا عبثيا تماما، مثلما يوجه له البعض النقد في
فشل حصار سور. المؤرخ العراقي العظيم ابن الأثير الذي كان مؤيدا للزنكيين ويترصد لصلاح الدين الثغرات قال أن السبب في مقدم الفرنج فشل، أن صلاح الدين أطلق سراح كثيرين بعد حاجتين فتجمعوا في السور، ومن سور كانت الدعوة لمقدم الصليبيين فأتوا، وبعد هذا عندما حاول حصار سور وإسقاطها لم يتمكن. القضية ليس هكذا. ميول ابن الأثير السياسية لونت رؤيته. من الخطأ البين أن نترك كافة الإنجازات التي تم الزلزال السياسي والعسكري الضخم الذي حدث 4 يوليو 1987 وسقوط كافة مناطق الساحل وهو أكثر أهمية استراتيجية من القدس، ونتصور أن أمر يرتبط بسور. القضية ليس هكذا، لأن الصليبيين سيأتون سواء استولى على سور أو لم يستولى. لماذا؟ لوجود حلف دفاع استراتيجي بين الغرب الأوروبي والصليبيين في الشرق. الغرب يضمن مع رأس فرنسا ومنافستها بإنجلترا يضمن استمرار الوجود الصليبي في المنطقة. فبالفعل صلاح الدين كان مفاوضا بارزا، أدرك قيمة الوقت ولعب على هذا العنصر وتمكن من انتزاع انتصار دبلوماسي كبير، وظلت القدس في يده، وأعطى قطعة صغيرة محدودة لا قيمة لها على الميزان الاستراتيجي لريتشارد باستثناء حصولهم على عكا التي اعتبرت قلب الوجود الصليبي والعاصمة الاقتصادية. ومعروف أن بعد سقوط بيت المقدس تحولت العاصمة إلى عكا التي سوف يستمر فيها الصليبيون من 1190 إلى 1290 إلى أن تسقط في صيف العام الأخير من خلال فعاليات الجيش المملوكي بقيادة السلطان أشرف خليل بن كروان. رحم الله تعالى السلطان الدبلوماسي الكبير صلاح الدين. شكرا جزيلا.